عملت كيكه جوز الهند البرازيليه حبيب قلبي بطريقه سهله وبسيطه خالص، وعملت لها سقيه كده خلتها طعمها روعه. اتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوا الطريقه، فتيجوا كده مع بعض نشوف عملنا العظمه دي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني خالص. يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل كيكه جوز الهند البرازيليه. كيكه حلوه قوي وبتبقى ناعمه وطعمها حلو قوي، كمان بنعمل لها سقيه كده بتبقى طعمها حلو قوي بجد ولذيذه وخفيفه، وكمان يعني هي يعني مهما اوصف ومهما اقول دي ألذ كيكه بجد انا عملتها. طعمها بيبقى حلو قوي وان شاء الله باذن الله تعجبكم. ومقاديرنا يعني بسيطه حبيب قلبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وربنا يجعل بيوت امه محمد اجمعين عمرنا بالخير. ونقول بقى المقادير بتاعتنا يا حبيب قلبي. معايا كده كوبايتين دقيق ومعانا نخلته، وما ننساش رشه الملح. انا في اوقات بقول مقادير الكيكه وبنسى ان انا اقول رشه الملح، بس انا دايما بحطها ايه فوق الدقيق كده. ومعايا كده 4 حبات بيض، ويكون البيض بتاعنا بحراره الغرفه، ما يكونش خارج لسه من التلاجة. ومعايا كوبايه ونص سكر، ومعايا نص كوبايه جوز هند، ومعايا كوبايه زبادي. ويعني مثلا كوبايه، يعني حتى لو هتاخد علبتين اهم حاجه ان انت تعملي مش علبه، كوبايه يعني. وكوبايه زيت، ومعايا معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعايا معلقه فانيليا سواء سايله او من هي الحبيبات دي، اي حاجه يعني. وهنستخدم بقى كده المضرب الكهربائي. واول حاجه هننزل بيها هي ال4 حبات بيض يا حبيب قلبي، وهننزل بالفانيليا حبيب قلبي معلقه كبيره من فانيليا سايله. واهم حاجه برضو ان هي تكون من مكان حلو يعني. ومعايا كده السكر، كوبايه ونص سكر. السكر بتاعها حلو كده مظبوط خالص. وهنضرب بقى كده بالمضرب السكر بالفانيليا بالبيض بالشكل ده يا حبيب قلبي. نستمر بقى في الضرب يا حبايب قلبي لغايه ما السكر بالبيض شايفين لونه فتح كده، وكمان الكميه ضعفت، شايفين بقى كريمي خالص ازاي. هننزل بقى كده بالزيت، كوبايه الزيت بسم الله. هنضرب برده تاني لغايه ما الزيت بتاعنا يختفي خالص، وبعد كده ننزل بالزبادي. اول ما الزيت يختفي كده حبايب قلبي هننزل بقى كده بالزبادي، كوبايه زبادي. وهنضرب برده تاني بالشكل ده يا حبايب قلبي. كده انا نزلت الزيت وضربت بالمضرب لما الزيت اختفى خلاص واندمج بقى مع بقيه المكونات، وبعد كده نزلنا بالزبادي. واخر حاجه بقى هو الدقيق، وانا استخدمت كوبايتين دقيق. وما ننساش رشه الملح تكون خفيفه خالص. هنعمل بقى كده علشان خاطر اول ما هنشتغل دلوقتي هنبقى كلنا دقيق. وهناخد بقى معلقه البيكنج باودر، هنقلبها بس كده بالراحه عشان خاطر لما نشتغل ما يعفرش علينا وبهدل تاني. كده دمجنا الدقيق حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده الدقيق اختفى خالص، يعني دمجنا لحد ما الدقيق اختفى. هننزل بقى كده بجوز الهند، نص كوبايه جوز الهند. وبعد كده هنشتغل على سرعه هاديه خالص، ندمج بس جوز الهند مع الخليط بتاعنا. كده يا حبيب قلبي دمجنا بقى اخر حاجه هو المكون الاخير كان معانا جوز الهند. وهندي بقى كده ايه تقليبه علشان نتاكد ان كل حاجه اندمجت وان مفيش اثر للدقيق خالص. تقليبه حلوه كده على الهادي كده تمام خالص زي ما انتم شايفين. معايا كده قالب صينيه ازاز وايه ويعني انا اديتها مسحه خفيفه خالص من الزيت او السمنه عادي خالص. ننزل بقى كده الخليط بتاعنا بسم الله. استنوا بقى عشان نتحكم في كده تمام. ننزل كل حاجه بقى كده. طعمها بيبقى لذيذ قوي وحلو. هنعملها بفكره جميله، ممكن بقى نحطها في اللانش بوكس، وممكن كمان ناخدها معانا الجامعه، وممكن كمان لو موظفين بقى ناخدها معانا كده للفطار. بتبقى طعمها حلو قوي. لسه حاجه ان ممكن ايه، وزي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي انا نزلت بقى خليط الكيكه كله. هناخد بقى كده خله ونعمل بقى كده اهم حاجه كده عشان لو في اي هواء ولا اي حاجه تخرج ما يبقاش فيه فتحات كده في الكيكه، وتبقى ناعمه معانا وحلوه قوي كده يا حبايب قلبي. انا مولعه الفرن بتاعي من قبل اي كيكه بنعملها لازم نولع الفرن بتاعنا، نخلي الشبكه في الرف الاوسط ونولعها على 160 ويخلي الفرن بتاعنا يبقى سخن يا حبايب قلبي
كده هندخل بقى الكيكه بتاعتنا، وطبعا كلها مستويه اهي. هندخلها بقى ان شاء الله باذن الله، هتاخد معانا من تلت ساعه لنص ساعه بالظبط، احنا متابعينها وهوريكم بقى النتيجه. اجمل كيكه يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين. انا اول ما خرجتها سبتها هديت بس 10 دقايق، يعني هي مبقتش سخنه اهي زي ما انتم شايفين كده. هحطها بقى كده ونقطعها. ريحتها حلوه قوي، وبجد بجد يعني ماليه البيت كده بروايح حلوه قوي. هنقطعها بقى كده مكعبات يا حبيب قلبي، وهي طريه قوي وطعمها لذيذ بجد. انا جربتها طعمها حلو قوي، وولادي بيعشقوا طعمها. وكمان الصوص بتاعها اللي احنا هنعمله دوت بيخليها يعني في مكان تاني خالص، بيخلي طعمها لذيذ قوي. نقطعها بقى كده مكعبات كده. خرجنا بقى حته حبيب قلبي قطعه كده وزيت. شايفين قد ايه هي حلوه ولذيذه وناعمه قوي، وريحتها فظيعه بجد، ريحتها حلوه قوي. احطها بقى كده على جنب، وانا بدات اخرج منها كده. هسيبها بقى ونروح هنعمل الصوص بقى اللي هنسقي بيه الكيكه يا حبيب قلبي. معايا كده كوبايتين لبن، ومعايا كوبايه حليب مكثف محلى. هننزل بقى كده باللبن بالشكل دوت، كوبايتين. هننزل بقى كده بالحليب المكثف. شايفين قد ايه حلو قوي، بيبقى الصوص دوت لذيذ بالشكل دوت. ننزل بقى كده كل حاجه ونقلبه بقى كده، ندوب كل حاجه ونخليه يدوب خالص كده. وبعد كده هننزل الكيكه فيه، وبتبقى لذيذه قوي بالطعم دوت. قلبنا بقى كده يا حبيب قلبي، دوبت اللبن مع الحليب المحلى بالشكل دوت. هناخد بقى قطعه الكيك كده وهننزلها بالشكل دوت، وهنسيبها بس دقيقتين كده بس. احنا عايزينها تتشرب حلو قوي. ممكن يعني لو انتوا حابين في نفس الصينيه عادي، بس انا كنت عايزه اوريكم فكره حلوه قوي عشان نقدمها لاولادنا، يعني في الجامعه في اللانش بوكس، ناخدها معانا فطار حلو قوي. بعد كده بقى هناخدها بقى كده ونصفيها من اي زيادات خالص، ما نخليش اي زوايد من اللبن. بعد كده ننزل بقى في جوز الهند. بعد كده هنبطرها بقى كده، يعني هنديها تقليبه خفيفه، مش هنقلب فيها كتير ولا حاجه كده بالشكل دوت. وهرصها بقى كده في طبق التقديم. بعد كده نعمل قطعه كمان، ناخدها كده في اللبن ونسقيها، بتبقى طعمها لذيذ. ويا جمالها بقى لما تبات كده وتكون في التلاجة. طبعا بنلفها كده في ورق استرتش، في ورق فويل، ونبيتها بقى في التلاجة، بتبقى حلوة قوي ولذيذة وطعمها جميل قوي لما بتبات كمان. صفي بقى حلو. بعد كده ننزلها كده في جوز الهند بالراحة خالص، نغلفها. طبعا هي بتبقى شاربة من الصوص بقى، بالراحة في التعامل يعني كده يا حبيب قلبي. هخلص بقى الكمية كلها وارجع لكم. خلصنا اجمل كيكه يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده، حلوه قوي بجد وطعمها لذيذ. وكمان يعني الصوص اللي احنا عملناه وسقناها بيه دوت مخليها طعمها روعه قوي بجد بجد. يعني انا استاهل لايك، سهله وبسيطه وجميله قوي. وكمان بقى ممكن يعني ناخدها معانا كده الجامعه، او ناخدها معانا في اللانش بوكس يعني لاولادنا، او ناخدها معانا الشغل. عايزه اوريكم بقى كمان ممكن ناكلها بكل سهوله من غير ما ما نبهدل ايدينا ولا اي حاجه خالص بالشكل دوت. وقد ايه هي يعني طريه قوي ولذيذه. شايفين الجمال؟ حلو قوي بجد بجد، استاهل لايك. سهله وبسيطه وما خدتش اي وقت، ونحتفظ بيها بقى بالشكل دوت يا حبيب قلبي في التلاجة. بتقعد في التلاجة، وكل ما تقعد في التلاجة كل طعمها ما بيكون ألذ بجد. لما تقعد وتبقى ساقعة كده بتبقى لذيذة خالص. وممكن بقى ناكلها كمان دلوقتي يعني عادي خالص، ممكن نعملها وناكلها كده في. طبعا انتوا عارفين الجو بقى بتاع الشتا وكده بيحب الحاجات الحلوة دي. ناكلها بقى كده مع كوباية شاي بلبن، مع يعني حاجات كتير ممكن ناكلها جنبها. وسهله وبسيطه وما خدتش اي وقت خالص يا حبيب قلبي. وكل اللي بتمناه من ربنا بجد هي محبتكم ليا ودعمكم ليا باللايكات والاشتراكات الجديده. وان شاء الله باذن الله كل يوم جديد في مطبخ رشا صبري. يا ريت يا ريت ما تنسونيش باللايك، ولو وصلتوا معايا لغايه النهايه كده يا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي حبيب قلبي عليه افضل الصلاه والسلام. وان شاء الله باذن الله كل يوم جديد في مطبخ رشا صبري اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي. يا ريت ما تنسوش اللايك.